عارفين أنا بازعل والله العظيم على الناس الغلابة، اللي مش عارفة تعمل حاجة، اللي الدنيا بتخبّط فيهم وتودّيهم وتجيبهم، وهُم يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، مش عارفين يلحقوا منين والّا منين، الدنيا صعبة عليهم والظروف مخبّطة معاهم، وعمرهم بيجري على الفاضي، فربنا يكون في عون كل واحد والله العظيم من الناس دي، بجد يعني. سيدنا علي بن أبي طالب كان ليه حكمة كده بتقول: "السخاء ما كان عن ابتداء، أما ما كان عن مسألة فهو حياء أو تذمُّم." يعني فيما معناها يعني الجملة دي بيقصد إيه، بيقصد إن مثلًا آآ أمّا حد يحس بيك وييجي يدّيك الحاجة اللي أنت محتاجها، أفضل بكتير ما أنت تطلب منّه ويتحرج منّك، أو يبقى إيه، عشان مثلًا ما يبقاش شكله وِحِش قدّامك، أو ما يندمش إن هو ما ادّاكش فيقوم جاي مدّيك، هي دي الحكمة يعني. فالسخاء مكان عن ابتداء. أنا هنا يا جماعة أنا جاي أنا اللي طالع بنفسي وباقول لكم إن أنا حابب أساعدكم وحابب أقف معاكم، وحابب إن أنا أخدمكم وأكون دايمًا جنبكم وأكون دايمًا معاكم وفي صفكم. فباناشد الناس الغلابة، الناس اللي زينا كده اللي على قد حالهم يعني، اللي شغالين على دراعهم اليوم ويوم لأ وربنا يعين الجميع يعني. باناشد أي حد محتاج مساعدة إن هو اشترك بس معايا في القناة وتابعني واعمل لايك للفيديوهات اللي أنا بانزّلها، مش هتخسر حاجة، بس بإذن الله هتلاقيني دايمًا دايمًا جنبك وفي صفّك، وأي حاجة تحتاجها عمري ما هاتأخر عن حد في حاجة. آآ رحمة كده ما بيننا وما بين بعض وتعاون وحُب وجدعنة وطيبة وكل حاجة حلوة يعني. بيصعب عليّا والله العظيم الناس اللي بتكتب مثلًا في التعليقات أمّا باشوف مثلًا زي إعلان مموّل لجمعية رسالة، ومثلًا إيه، تلاقي الإعلان كاتب مثلًا أي حد نِفْسه في حاجة يقول وإحنا هنحاول إن إحنا إيه، نساعده. طبعًا بتلاقي آلاف التعليقات بقى بُص، ناس كتيرة أوي لها طلبات وناس كتيرة أوي عندها احتياجات ومش عارفة تعمل فيها إيه. في اللي خلاص يعني بيعيش بقى، وفي اللي ما بيقدرش، وفي اللي الدنيا بتقف معاه، وفي اللي حياته وفي اللي نِفْسه بتتسد، وفي اللي بيزهق، وفي لدرجة اليأس يعني، ربنا يبعده عننا يا رب إن الفقر وِحِش، الفقر بيولِّد الكُفر والعياذ بالله، فربنا ما يجيبش حاجة وِحشة، وعايزين نحارب الفقر يا جماعة، وعايزين إن إحنا نبقى قد الدنيا كلّها، نحُط إيدينا في إيدين بعض ونعمل كل اللي نِفْسنا فيه. آآ كنت برضه ساعات باشوف برضه إيه، في برامج مثلًا كتير على التلفزيون أو على السوشيال ميديا عامةً يعني، لإن التلفزيون طبعًا ما بيجيبش تعليقات، برامج كتيرة على السوشيال ميديا تلاقي مثلًا إيه، فنان مش عارف إيه، أيًا كان، أي حد ممثل، مغني، مش عارف إيه، تلاقي في من ضمن التعليقات لو أنت دخلت فرّيت في التعليقات كده، نِفْسي تساعدني، نِفْسي تقف معايا، نِفْسي تعمل لي حاجة، نِفْسي مش عارف تعمل إيه. والله العظيم أنا عايز أقول لكم إن أنا شُفت برضه موقف من المواقف اللي ما انساهاش يعني، عروسة واقفة بنت واقفة كاتبة إيه، أنا عروسة وباتجوّز ومحتاجة حد يساعدني، واقفة كاتبة يافطة بالكلام اللي أنا باقوله دوّة، واقفة بيها في الشارع واللي رايح واللي جاي يعني الله أعلم بقى يعني هل الناس فعلًا وقفوا معاها والّا ما وقفوش معاها الكلام من ده كلّه، بس حالات من دي كتير. وبنشوف طبعًا البرامج الإنسانية اللي بتيجي على التلفزيون أو على السوشيال ميديا، زي برنامج حياة كريمة، وزي برنامج أحمد رأفت، وزي برنامج غيث في رمضان، بنشوف ناس كتيرة فعلًا حالتها يعني بُص بتبقى على آخرها، وإحنا كلنا في الأوضاع دي يعني مش هنجمّل ولا نرسم إن إحنا حلوين ولا نرسم يعني التعفُّف وكل حاجة ما فيش مشكلة، يعني إحنا الحمد لله على كل حال. فضل ونعمة من ربنا وألف حمد وألف شكر ليك يا رب. بس برضه يعني إيه، نكفّي احتياجاتنا، نكفّي احتياجاتنا ونعرف نعيش.
فلو حابين فعلًا تحسّنوا من حياتكم وحابين إن أنتم الدنيا تحلو معاكم والدنيا تبقى كويسة بإذن الله، تفاعلوا خير معايا كده في القناة واشتركوا فيها وادعموا معايا الفيديوهات بتاعتها باللايك والشير، وبإذن الله أعمل لكم أحلى محتوى في الدنيا واحدة، واحدة كده إحنا مع بعض. بس تفائلوا خير أهم حاجة، وادعوا لي كده في التعليقات، وادعوا كده ربنا يكرم والقناة دي تكبر وتقف على رجلها كده وتدخّل أرباح، وساعتها والله، والله، والله ما هنخلّي أي حد محتاج أي حاجة. أشوفكم على خير يا أحلى جمهور في الدنيا، باحبكم في الله، أخوكم أكرم الشيمي، السلام عليكم.